إذا كنا بقى احنا نريد الإصلاح يبقى لا يتكلم في الدين إلا من معه رخصة حقيقية. رخصة حقيقية، لجنة كبار العلماء يمتحنوه بشرط اللي يمتحن يكون عالم، ما يكونش زي اللي امتحن في يوم من الأيام في مديرية أوقات القاهرة وهو بيدخن وبيقول لي اقرا لي من سورة البقرة. أنا ما رضيتش أدخل عليه. الراجل كان معايا يعني كاد يبكي عشان أدخل. قلت له أنا أدخل امتحن عند أهو. قال لي معلش ذل ساعة بس ناخد المسجد. ليه؟ لأن في واحد له صولة وجولة في الحي قام مقدم فيا شكوى وقام جايب واحد من كلية إعلام أو سياسة واقتصاد حاجة زي كده. أقول نعم، لا كلية إعلام قسم صحافة. طبعا والله يا إخواننا أنا حضرت له خطبة ما كان عارف يقرأ قرآن. القرآن اللي بيجيبه اللي بيقرأ من المصحف ما كان عارف يقرأ علمه. فالراجل بقى كان وكيل أول وزارة التخطيط الله يرحمه إذا كان مات أو يعني يعافيه إذا كان عايش. ده قال لي أنا معلش تعالى معايا وذل ساعة بس ناخد الجامع ونرجعك تاني. خلاص قالوا له هات ونمتحن. رحت امتحن. قال لي كده افتتح المقالة بالبقر، اقرا لي حاجة من سورة البقر. عمال أقرأ وهو بدخل. قول لي حديث طويل. تقول ايه يا مولانا؟ صفحتين ونص مثلا، 3 صفحات 4 صفحات. بشرط ما يكونش اللي بيمتحن من العينة دي.